ازاي قدرت تخون؟ معاكم كوتش علا سعيد، تنويم إيحائي وانتباه شعوري. ما تنسوش اللايك والاكسبلور. انت ازاي عارف تخون بالشكل ده؟ ازاي قدرت؟ يعني انت بتدعي الضعف ومع ذلك بكل جبروت بتخون. وما اقصدش هنا بالخيانة الخيانة الجسدية او الخيانة بتاعت العلاقات، وإن كانت واحدة من الخيانات، لأن أصلا اللي بيعمل ده محتاج يكون خاين نفسه مرات ومرات ومرات، وهو ده الأصل اللي أنا بتكلم فيه. إزاي عرفت تخون نفسك؟ إزاي عرفت تكون بني آدم غير البني آدم؟ إزاي قدرت تكذب على نفسك وعلى مشاعرك؟ إزاي أنكرت نفسك بالجبروت ده وتقول ربنا عارف حقيقتي؟ حتى قدام ربنا ملكش عذر. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حتى قدام ربنا ملكش عذر. إزاي عرفت تعمل الخيانة دي؟ إزاي مارستها بمنتهى البساطة دي؟ طب خنت نفسك نفعتك؟ شالتك ولا فضحتك؟ فضحتك بعجزها، بأمراضها، بحياتك اللي انت لخبطتها، بالحوادث اللي انت تعرضت لها، بحياتك اللي شقلبتها، بالناس اللي خسرتها، بالآفات اللي دخلتها حياتك. يعني خيانتك مجاذبتلكش غير كل سوء. ازاي عرفت تعملها؟ عملتها ازاي؟ عملتها ازاي ان روحك ونفسك يبقوا في حتة وانت كبني آدم بتتصرف في حتة تانية؟ ازاي عقلك خدعك وعملك كده؟ ازاي صدقته ومشيت وراه بالشكل ده؟ ازاي قدرت تقاوح في نفسك كل المقاوحة دي؟ انت اكتر واحد عارف نفسك، ولو انت مش غالي على نفسك مش هتكون غالي على حد. لو انت قابل انك تخسر نفسك ما تستناش ان حد هو اللي يكسبك. مش هتكون غالي على حد اكتر من نفسك. فوق قبل ما الاوان يفوت، لان احنا هنا مؤقتين. ويا عالم كان ليك كام حياة تانية قبل كده مارست فيهم نفس الخدعة ومارست فيهم نفس الخيانة، وجاي هنا لسه بتكمل. انت لسه ما فوقتش، لسه مصمم على الخيانة. لغاية امتى؟ ملكش عذر، حتى قدام ربنا ملكش عذر، ولا قدام نفسك لك عذر. عذرك انك ما تعرفش، انك ما تفهمش مشاعرك. محدش هيفهمك اكتر من نفسك، ومحدش هيصحح لك اخطائك. وفي كل لحظة بيجيلك رسالة من العلاقات، رسالة من التليفون اللي في ايدك، رسالة من جسمك بأمراضه، رسالة من الحوادث اللي انت عمال تتخبط فيها. وصلت نفسك لفين ولسه عايز تروح فين؟ مش كفاية بقى وآن الأوان تفوق؟